يعني ايه طلعت اكسباير؟ ده حتى شكلها مش قديم. لو شلت التاريخ وحطيت واحد جديد هتتباع عادي، الناس مش هتاخد بالها. حرام اكتر تبيع حاجة بايظة، حرام تضحك على الناس، واللي بيغش وبينصب على الناس ربنا مش هيرضى عنه. يعني ارمي البضاعة كده واخسر تمنها؟ طب ما ده حرام برضه. بس ربنا شايف، وانت كده مش بتصرف شطارة، انت بتصرف غش. اللي بيشتريها ممكن يتضرر، واللي جاله ضرر الدعوة دي هتجيلك من قلبه. ومش بس كده، افرض ان الحكومة عرفت انك بتبيع حاجة خلص تاريخها، مش هتصادر البضاعة دي وهتقفل لك المحل وسمعتك هتتدمر وهتخسر فلوسك، مش بس المكسب اللي بتفكر فيه. ما هو ده برضه مش اكل يعني، دي شوية حاجات بسيطة يعني، لا بتتاكل ولا بتتشرب. وبسيطة يعني ما تضرش، دي ممكن تبوظ وش، تحرق جلد. البضاعة دي خلصت تاريخها لأنها قعدت عندك كتير، يعني أنت معرفتش تبيعها في وقتها، وده معناه فشل منك مش ذكاء. يعني هو كل الناس بتراعي الضمير؟ انا بشتغل زي السوق، اللي حواليا كلهم بيعملوا كده. ولو كلهم رموا نفسهم في النار هتعمل زيهم؟ انت مش شغال عشان تقلد، انت شغال عشان تأكل عيالك بالحلال، مش بالغش والنصب على الناس. ويا ترى الكراتين دي كمان اكسباير؟ لا 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 لا، دي تمام دي، بس السوق شح منها شوية فقلت اما اخزنها في البضاعة. يعني الناس تدور وتشتكي وانت مخبي البضاعة عندك هنا عشان تكسب من وراهم. يا عم يا عم، دي تجارة، تجارة. اعمل ايه؟ اللي ما بيكسبش في الزنقة ده هيكسب امتى؟ بس المكسب على حساب تعب الناس ده عمره ما يكمل، واللي يركب على أزمة الناس بكرة الزمن يتقلب عليه. يا عم نور، يا عم نور، السوق تعبان والمكسب قليل. بس ربك كبير، واللي بيرضيه بيرزقه. رزقك مش مربوط بالغش، رزقك مربوط بنظافة نيتك. يعني ارمي اللي خلص تاريخه وانزل بالبضاعة اللي انا مخزنها بالسعر العادي؟ ارمي الغش وانزل بالبضاعة اللي انت مخزنها، يمكن تكسب قليل بس تكسب راحة بالك، ودعوة من زبون راضي تسوى كنوز. ماشي، نبدأ من جديد عشان نريح ضميرنا. بالظبط زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. يعني اللي بيخاف ربنا وبيراعي ضميره، ربنا بيفتح له أبواب الرزق اللي ما كانتش في حسبانه، ويرضى عنه ويبارك له في حياته. الغش ممكن يديك مكسب سريع في لحظة، بس الحقيقة إنه بيخسرك احترامك، ضميرك، وثقة الناس فيك. ودي حاجات لما بتضيع صعب جدا ترجع، وبتدفع ثمنها طول عمرك. مش صح ولا إيه؟